يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 من بوير اف ام. يسعد لي صباحكم متابعينا عبر صفحتنا الزرقاء بوير عربي. مرة تانية برحب فيكم. وصلنا للفقرة الحوارية مثل ما ذكروا زملائي. راح يكونوا ضيفي ضمن الاستديو طبعا السيد أحمد المحمد منسق منظمة بيل في مدينة الحسكة، أيضا الآنسة هيفا الأحمد منسقة مشروع جوهارتن في مركز قامشلو. طبعا مثل ما ذكروا زملائي أيضا راح نكون نسلط الضوء على العمل اللي آخر الأعمال أو آخر النشاطات اللي تمت من منظمة بيل للأمواج المدنية. يسعد لي صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. بداية مستمعينا للي عم حابب ينضم لنا 429-101 هو الرقم الأرضي. أيضا فيكم تراسلونا عبر البث المباشر بوير عربي وعبر الواتساب 093-82-80-81-4. مرة تانية أهلا وسهلا فيكم، ورح نفوت دغري بالموضوع. حبذا لو يعني بشكل مختصر لنا وللمستمعين عن منظمة بيل، فروعها ومجال عملها. بالبداية بشكر إذاعة بوير على الاستضافة الحلوة. طبعا منظمة بيل منظمة مجتمع مدني تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في المجتمع. تشتغل موضوع بناء السلام وموضوع بناء السلام والدمج المجتمعي في المنطقة. تختص بموضوع الشباب والمرأة وبتدفعهم لتعزيز دورهم بعملية التغيير وصناعة القرار في الإدارات المحلية بالمنطقة. طبعا هاي كان بشكل مختصر. طبعا يا سؤال آخر أيضا هو بالنسبة لفريق بيل. هلا يمكن كان في شق الأول من السؤال ما جاوبت عليه. أكيد. طبعا نحن عندنا 4 مراكز هلا حاليا بتربسبية وبقركيلنجي وبقامشو المركز الأساسي وبمدينة الحسكة، وسابقا كان في مخيم عن عيسى، بس للأسف بعد الظروف تعرضت للحريق المركز في مخيم عن عيسى. تماما. كوادركم أستاذ أحمد، هل هي كوادر ثابتة لدى المنظمة أم في كوادر متطوعة؟ هلا بالنسبة للكوادر اللي عم تشتغل ضمن المنظمة في كوادر ثابتة. موضوع الفريق الإداري موجود طبعا في مكتب المتابعة والتقييم، المكتب الإعلامي، مكتب إدارة المشاريع، في مكتب الموارد البشرية، في المكتب المالي، في المكتب الإعلامي. هذول الموجودين الأساسيين، بالإضافة إلى فريق المنسقين المراكز الموجودين كافة مراكز منظمة بيل، وفريق منسقي الأنشطة. طبعا هدول المسؤولين عن أنشطة ضمن المشاريع اللي عم تقوم فيها المنظمة. بالإضافة نحن عم نعمل عقود خدمة مع أشخاص حسب الحاجة بالمشاريع، هدول نفسهم المتطوعين. نعم. فما فينا نعطي عدد ثابت، يعني العدد متغير حسب المشاريع طبعا. حاليا هلا بهالوقت فينا نقول لك فينا تقريبا شيء 50 متطوع موجود عندنا ب4 مراكز. حلو كتير. أهم الفعاليات والنشاطات اللي قامت فيها منظمة بيل سابقا لو تحكوا لنا عنها، سواء أنا راح أوجه الأسئلة طبعا راح تكون بعض الإجابات عند الآنسة هيفا، وطبعا راح تكون في بعض الأجوبة بحكم أنه هي كانت منسقة أنشطة بمشروع جوهارتن. الأسئلة المختصة بمشروع جوهارتن هي فيك تجاوب عليها. أنا الموضوع المنظمة بشكل عام. الأنشطة مثل ما نقول كان في عنا عدة مشاريع كنا نشتغل عليها، خاصة مشاريع شبابية. يعني في شباب 2019 كنا نشتغل عليها كمان ب4 مدن كمان. شو كانت النشاطات هاي؟ طبعا النشاطات هي تأهيل وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في عملية صناعة القرار. يعني جلسات حوارية، ورشات تدريبية، طبعا استبيانات، عم نسلط الضوء على القضايا اللي تهم الشباب نفسهم يعني بالمنطقة. يعني طلاب الجامعات سواء كانت جامعات روجافا وجامعات السورية كمان كنا نستهدفهم يعني بهالأنشطة. طبعا سنويا عم ينعقد عندنا شيء اسمه منتدى شبابي. هذا بشكل دوري عم نشتغل عليه. المنتدى الشبابي كانت أول نسخة له 2016، النسخة الثانية 2018، وكانت قبل 5 شهر 6 شهر 7 شهر مدينة الحسكة هو النسخة 2019 لمنتدى الشبابي. هلا رح نتوجه لمشروع جوهارتن عند الأنسة هيفا.
لا نحكي عن هالحملة هاي اللي بدأتموها بتاريخ اللي رح تذكروها أنتو هلا بهالعام هذا، وشو كان الهدف من هالحملة هاي؟ تمام. بالأول بتشكر إذاعة بوير FM على الاستضافة الحلوة. شكرا لكم. بداية مشروع جوهرتن بلش من عام 2019 بشهر شباط. هدف مشروع جوهرتن كان تأهيل مساحة مساعدة لوصول الناس للسلطات، بالإضافة إلى زيادة استجابة السلطات لمطالب الشعب. المناطق الجغرافية اللي استهدفها مشروع جوهرتن كانت قامشلو، حسكة، تربسبية وقركيلقة. بالأول عملنا دراسة أولية لفهم المشروع. الدراسة الأولية استهدفنا في الهيكل التنظيمي للإدارة الذاتية. حبينا نعرف من خلال هذا الهيكل إنه الهيكل من وين بيبلش عنا. يعني مثلا الهيكل بيتضمن الكانتون، بعد الكانتون مثلا بيتضمن عنا مقاطعتين، مقاطعة الحسكة ومقاطعة قامشلو. حبينا نعرف شو هي النواحي التابعة لهذه المقاطعات، سواء مقاطعة قامشلو أو مقاطعة حسكة. النواحي هاي شو هي البلديات التابعة لها. وآخر شيء هي عرفنا، يعني حبينا نعرف إنه الكومين، عدد الكومينات التابعة البلديات مثلا. تمام. في مناطق معينة. بديتوا من الهرم، من الأعلى لأصغر خلية بالإدارة الذاتية بهالشكل هذا. أول بالنسبة لنا شاد، يعني أول هاي كانت المرحلة الأولى من مشروع جوهرتن، هي الدراسة الأولية لهيكلية الإدارة الذاتية. تمام. يعني مشان مثل ما أقول نحن نتعرف على هيكلية الإدارة الذاتية ونعرف الناس كمان موضوع الإدارة الذاتية، هيكلية الإدارة الذاتية. تمام. بدأنا أول شيء بالموضوع المقاطعة بالإقليم الجزيرة. إقليم الجزيرة بينضم لمقاطعتين، يعني مقاطعة الحسكة ومقاطعة قامشلو. نعم. وهرميا لو وصلنا للكومين يعني. فآخر شيء جمعناه بشيء اسمه كتيب خارطة الجهات الفاعلة. طبعا هلا صار جاهز للتوزيع للمواطنين والجهات الرسمية والإذاعات بشكل عام يعني. تم التوزيع كمان في المنتدى امبارح كمان. أيوة. يعني المنتدى اللي فهمته من حديثكم، المعلومات اللي طرحتوها هلا، إنه مو بس الفئات المسؤولة سواء كانت الإدارة الذاتية بأصغر خلية للقمة، أيضا كانوا المواطنين هن كمان مستهدفين، أو المقصود بهم إنه اللي يتعرفوا على هيكلية الإدارة الذاتية، إنه شو هي الإدارة الذاتية، شو المطلوب من المواطن، شو المطلوب من المسؤولين سواء من أصغر خلية للقمة يعني. تماما. إذا في ضل معلومات حابة كمان تحكي لنا عنها. بلى. مثل ما خبرتك إنه مشروع جوهرتن كان بيستهدف الكومينات الضعيفة في المدن. فمثلا في مدينة قامشلو استهدفنا كومينين. الكومين الأول كان موجود بالناحية الشرقية من منطقة القامشلو. الكومين الثاني كان كومين شهيد عادل موجود في المنطقة الغربية في مدينة قامشلو كمان. حبينا نعمل فيها مبادرات بهاي المنطقتين، كان نموذجين يعني. تماما. مثل ما خبرتك اخترنا هالكومينين على أساس أنه نجتمع مع أعضاء الكومين، بالإضافة إلى أنه نجتمع مع الناس الموجودة حوالين هذا الكومين. لنعرف شو احتياجاتهم بالمنطقة. فعملنا مساحة آمنة بصراحة، جبناهم لعنا على المنظمة، سواء أعضاء الكومين أو الناس الموجودة حوالين الكومين. عملنا لهم جلسات كسر جليد، تعرفنا عليهم، بنينا جسور تواصل ما بيننا وبين المواطنين وبين أعضاء الكومين. مثل ما قلنا يعني حبينا نعرف شو هي الاحتياجات اللي هن عم بيركزوا عليها، سواء الكومين أو سواء المواطنين الموجودين في المنطقة. نعم. ذكرتي مصطلح كسر الجليد، يعني في أنتوا عم تحسوا أنه في شيء حاجز بين المواطن ومؤسسات الإدارة الذاتية، في شيء ما بينفهم، في شيء حواجز، شو ما فيكم تسموها الجواب عندكم أكيد. هلا مشروع جوهرتن هو أساسا هدفه هو تعزيز الديمقراطية بمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار يعني. نعم. تبع الإدارة الذاتية. وخلق مساحة مشتركة بين الإدارة الذاتية والمواطنين يعني. فالمساحة المشتركة هاي نفسها بتخلق يعني بتكسر الجليد وبتخلق جسور تواصل مباشرة بين المواطنين وصناع القرار مباشرة يعني. نعم. الأشخاص اللي كانوا عم يشاركوا بجلسات الحوارية عنا هن كانوا مثل ما أقول صناع القرار بالإدارات والمؤسسات الخدمية كانت أو
أو الباقي يعني. فمجرد كانوا يقعدوا على الطاولة ويتناقشوا لموضوع معين هو نفسه كان موضوع كسر جليد يعني بين أيضا سؤال فرعي ضمن سؤالنا، النشاطات اللي قمتوا فيها حكيتوا لنا عنها، المساحة الجغرافية اللي تم تغطيتها لو فيك تحكي لنا عنها، أو الفئات المجتمعية المستهدفة. ضمن حديثكم ذكرتوا شيء لكن هيك حابب بشكل أوسع لو الجواب عندكم. طبعا المساحات الجغرافية كمان يمكن أسلفتوا إني ذكرتها، منطقة قامشلو ومنطقة الحسكة، أيوة. منطقة سري لا تربسبية. الاستهداف ما كان هيك يعني انه موضوع استهدفنا المدينه بشكل كامل. نعم. نحن اول بدايه المدن اللي اشتغلنا فيها هدول هن. نعم. بدانا مثل ما هلا حكينا قبل موضوع الدراسه الاوليه للمؤسسات الاداره الذاتيه بكل منطقه من هدول المناطق اللي هلا ذكرناها. مثلا مدينه ناحيه تربسبية وناحيه قركيلقي هن هدول نواحي تختلف عن موضوع الحسكي والقامشلي. ايوه. القامشلي مثل ما قلنا مدينه قامشلي موجوده هون تعتبر كمان مقاطعه. نعم. تربسبية وقركيلقي هدول نواحي تابعين لمقاطعه القامشلي. حلو. مدينه الحسكي هي بنفسها مقاطعه. نعم. يعني في اختلاف شوي بين المناطق اللي استهدفناها. فبتربسبية وقركيلقي استهدفنا النواحي ونقول وما جر لتحت يعني. ومدينة قامشلو والحسكة بدأنا من المقاطعة للكومين. فاختلف شوي الهرمية بهالمدن يعني التعامل مع الخطة. فمدينة الحسكة مثل ما نقول كمان مشان أوضح لك الصورة، ما استهدفنا مدينة الحسكة بشكل كامل، استهدفنا الإدارات تبعون مدينة الحسكة، بس المواطنين استهدفنا بس كومينين كل مدينة يعني. كومينين مدينة الحسكة، كومينين مدينة قامشلو، وكومين مدينة تربسبية من ناحية تربسبية، وكومين بناحية قركيلقي. تمام. كمان كان في جملة من الجلسات الحوارية، طرحنا عدة أنشطة أو عدة جلسات حوارية بكافة المناطق اللي ذكرناها سابقا. فكانت المواضيع هي المرأة والشأن العام، الشباب والشأن العام، الموضوع البلديات كمان أخذناه في عين الاعتبار، دور الإعلام في الحد من خطاب الكراهية، واقع الكهرباء، الواقع الصحي في المنطقة، كل شيء بيتعلق بالخدمي تمام. الواقع الخدمي. هاي هدول المشاكل اللي نحن كنا طبعا نحن كنا نختار مثل ما نقول هالجلسات، مواضيع الجلسات بعد مخرجات الجلسات الحوارية وتقييم احتياجات المواطنين يعني. بيجوا يقول أن واقع الصحي وواقع الكهرباء وواقع الأفران كان من أحد الجلسات يعني. فكنا ناخذ المواضيع من مخرجات الجلسات وبنعملها جلسة حوارية، بنجيب صناع القرار أو مثل ما نقول الجهات المعنية الجهات المعنية بهالأمور، وبنعمل جلسة حوارية مواطنين من أهل الكومينات اللي نحن استهدفناها والهدول مثل ما قلت جهات الفاعلة. يكون أيضا سؤال آخر هذا راح نصل له أيضا. لا نرجع أستاذ أحمد لعند الأنسي هيفا بخصوص موضوع مشروع جوهرتن أو حملة جوهرتن. مين هي هالجهات والمنظمات اللي تم تنسيق معها ضمن هالحملة هاي؟ لا فينا نحكي أولا عن الجهات اللي نحن اعتمدناها أو تواصلنا معها أو نسقنا معها نعمل مشروع جوهرتن. الجهات هي يعني اشتركنا أو نسقنا مع النواحي بالإضافة إلى البلديات، بالإضافة إلى مكتب شؤون المنظمات بشكل كبير بساعدنا بصراحة بتسهيل يعني دراسة مشروع جوهرتن. أما بالنسبة للمنظمات اللي ساعدتنا فكتير من المنظمات نحن شاركنا معها لننفذ مشروع جوهرتن. فمثلا كان في عنا شيء اسمه فريق الاستجابة الأولية. عملنا بالأول فريق استجابة أولية بيتضمن المتطوعين العاملين في منظمة بيل. كان في عنا شغلة تانية كمان اسمها ورقة الاستجابة الأولية. الورقة الاستجابة الأولية بتضمن اسم المنظمات المحلية اللي بتشتغل بمجال الإغاثة أو حتى إنه شو فيها تقدم خدمات خلال أزمة النزوح اللي صارت، وشو فيها تقدم مساعدات لعوائل سركانية خلال هذا الوضع. طبعا طبعا موضوع ورقة الاستجابة السريعة كان اسمها، اجت بعد التغيير او تعديل بالخطط المشروع بعد
موضوع النزوح اللي صار بالمنطقة علينا بسريكانية وبجريسبي اللي بعد صار عملية النزوح، تغيرت خطة المشروع يعني تغير توجيه المشروع كمان شوي. موضوع أول شغل اشتغلنا عليه موضوع مشروع جوهرتن على النازحين كان هي موضوع ورقة الاستجابة السريعة، استهدفنا فيها كافة المنظمات والجمعيات اللي عم تشتغل للنازحين عم تقدم لهم خدمات. طبعا كان موضوع ورقة الاستجابة إنه موجود ضمن الاستجابة كل منظمة يشوف فيها تقدم ولأيمت فيها تقدم، يعني مدة الاستدامة تبع تقديم الخدمة مع رقم التواصل. يعني مثلا في منظمات طبية، في منظمات إغاثة هيك، فعملنا هيك كتيب لنوزعها على المراكز اللواء مدينة الحسكة سواء كانت مدينة قامشلو وباقي المدن اللي موجود فيها أهل النازحين من مدينة سرية تربسبي ليستفادوا من هالكتيب. طبعا إدارات المدارس يستفادوا من الكتيب سواء كان إسعافات أو مواد تلزمهم بالتواصل مباشرة مع المنظمة المعنية بالموضوع. يعني طبعا من ضمن المنظمات اللي نحن اشتغلنا معها منظمة رجاء أفال إغاثية مشكورة، تحالف دان دوز جاف، جمعية ساعدي، منظمة سارة، أريدو، مار منصور، جمعية البر الخدمات، منظمة سمارت، ومنظمة شار، بالإضافة إلى منظمة نارين. تماما. نعم. رح نضل بموضوع جوهرتن. لو تتحدثين عن طبيعة النشاطات وفعاليات المنتدى اللي تم عقده أو ربما رح اتجه لعند الأستاذ أحمد في مدينة الحسكة والذي يستمر على مدى الأيام اللي أنتم رح تذكروها أكيد، رو تسلط الضوء عليها. هلا يمكن بداية حديثنا حكيت شوي عن موضوع المنتدى. منتدى الشباب يعقد سنويا كل سنة في مدينة معينة أو في منطقة معينة. طبعا المنتدى الشبابي أول بالأساس بيجمع شباب من كافة الطوائف والقوميات والمكونات الموجودة بالمنطقة. طبعا فئة عمرية معينة يعني من 18 ل 30 سنة، بيتجاوز 100 مشارك سنويا. يعني هالسنة وصل تقريبا شيء 150 مشاركة من كافة مناطق في شمال السوري. يعني طبعا يعني يتم تحديد محاور المنتدى دول بعد نقول القضايا اللي بتهم الشباب اللي بتخص الشباب بنحطها كمحاور أساسية وبنناقشها بالمنتدى كمان مع الجهات الفاعلة. طبعا منظمة بيل مشان التنويه، منظمة بيل عم تحقق يعني الأداة أو الوسيلة الأساسية عندها هي الحوارات المجتمعية لتحقق موضوع التعايش السلمي والبناء السلام وتعزيز دور الشباب والمرأة في عملية صنع القرار. فمن أحد الوسائل هي المنتديات الحوارية اللي نحن عم نقوم فيها. طبعا هذا المنتدى الشبابي هو بشكل دوري. مشان نكون نوح على شغلة تانية، منتدى البلديات هذا أول سنة بنقوم فيه، هذا اللي كان ختامه امبارح، وهذا الأول من نوعه في شمال شرق سوريا بشكل كامل. يعني بشكل كامل اللي استهدف البلديات. برجع بحكي لك شوي على موضوع المنتدى الشبابي. طبعا كان 5 و6 و7 الشهر بصالة النخبة بمدينة الحسكة. طرحنا فيها عدة قضايا تخص الشباب، تهم الشباب، واقع الشباب ومستقبل الشباب كمان. حتى ناقشنا فيها أمور موضوع النزوح كمان ومدى مساعدة الشباب أو الجمعيات المنظمات الشبابية بتقديم مثل ما أقول المساعدات لأهل النازحين في مدينة. كمان كان في 3 مسارات رئيسية اشتغلنا عليها بال3 أيام. مسار الشباب والشأن العام، شباب وبناء السلام، بالإضافة إلى شباب والبيئة. هاي 3 مسارات رئيسية اشتغلنا عليها خلال 3 أيام بمنتدى بيل الشباب. حلو كتير. لو تذكروا لنا المشاركين بهذا المنتدى سواء كانت من منظمات أو مؤسسات أو شخصيات معروفة. يعني ببداية حكينا موضوع الشباب المشاركين، حكينا من كافة طبعا الاستقبال كان مفتوح أمام جميع شباب. طبعا بشرط الفئة العمرية من 18 ل 30 سنة أكيد. كانوا هذول الشرط الوحيد الموجود. والجهات منظمات شبابية كانت، منظمات مجتمع مدني، المنظمات اللي تشتغل مشاريع شبابية كانت، فرق شبابية كانت موجودة معنا. بالنسبة للجهات الفاعلة طبعا هيئات الشبابية، موضوع حسب كل محور، مثلا الشباب والبيئة، يعني موضوع لجنة البلديات كانت موجودة، كانت تحضر معنا الشباب والشأن العام، مثل ما نقول
السيد الأستاذ حكم خلو والأستاذ بشار أمين كانوا محاضرين معنا هدول كجهات فاعلة موجودة بمنتدى الشباب هدول. يعني نقول الموضوع كان شوي هيك بطرق للشأن العام، فحبينا شوي هيك نسلط على موضوع الوضع السياسي بحسب متابعتنا لأنشطة منظمة بيل. حقيقة أنه هذا المنتدى هذا كان يعقد سنويا. ما التغيير اللي طرأ على هذا العام بالنسبة للمنتديات اللي اجرت أو النشاطات بشكل عام؟ يعني كنا نقول هالسؤال كان بيتكرر كثير، انه عم تشتغلوا على المنتدى، شو هي المخرجات، لوين عم تصلوا، شو في يصير تغيير. طبعا احنا كمنظمة بيل بنهاية كل منتدى شبابي في عندنا شيء اسمه كتيب مخرجات المنتدى بنعملوه على شكل كتيب. نعم. نحن كمنظمة اللي نشتغل عليه بنبني مشاريعنا المستقبلية على مخرجات السنة الماضية يعني. نعم. مشاريعنا السنة الجاية بنعتمد على مخرجات المنتدى تبع السنة. نعم. بتصير الكتيب بتتوزع على الجهات الفاعلة اللي شاركت معنا، على الأشخاص الموجودين. معلش بعد إذنك رح قاطعك هون أستاذ أحمد، إنه برأيك أنه كل سنة رح تكون المشاريع هي نفسها، ظروف الراهنة رح تكون نفسها؟ طب ربما تحصل تعديلات هلا مثل ظروف 9 الشهر، الظروف اللي طرأت أو صارت مع مواطنينا بساريكانيا وغريسبي، حولت المشاريع اللي انتم كنتوا خططتوا لها بشكل تام يعني. تماما. يعني السنة مثل ما أقول كل سنة بسنتها عم نحط لها الأجندة حسب مثل ما أقول الوضع الراهن بالمنطقة. نعم. يعني فمثل هلا ما حكينا سيهيفا كمان كان من أحد محاور هالجلسة المنتدى الشبابي كان موضوع النزوح. موضوع النزوح، التحديات والمآلات عم تتواجه عملية النزوح اللي بتصير هلا بالمنطقة يعني. نعم. فيتم اختيار المواضيع والمحاور على أساس الوضع الراهن بالمنطقة يعني. أو احتياج الشباب. يعني السنة الماضية كان أحد محاورها موضوع الشباب التماسك المجتمعي، شباب الأديان، دور الأديان في تماسك المجتمعي. كان محاورة يعني مثل ما نقول حسب الوضع الراهن فينا نقول بالأخير يعني. أكيد. أيضا سؤال آخر ضمن مشان ما نطلع قبل ما نطلع من سؤالنا، الوضع الخطة أنتوا كيف بتحطوها؟ بتشوفوا أصغر خلية بالمجتمع اللي هو المواطن العادي، بتشوفوا همه أو الشيء اللي بيلزمه أو اللي بتشوفوه مناسب ضمن خطتكم، أو أنتوا عم تبلشوا بهرم أو القمة بالإدارة الذاتية، كونه وهالفئتين هن المستهدفين يعني. رح أوضح لك أكثر، ربما سؤال يكون شوي. بسنوات الماضية وضمن متابعتنا لنشاطاتكم كنتوا عم يعني تعملوا عقد أو اجتماعات مع الإدارة الذاتية أو المؤسسات، وبتطلعوا منها مخرجات وبتشوفوا بتقعدوا مع المواطن. أو فالسنة شو عكستوا؟ شو التغيير اللي طرأ؟ لا نحن كبيل نحن ما من هي شغلتنا الموضوع شغلنا الأساسي هو خلق مساحة مشتركة بين المواطن والإدارة الذاتية. تماما. السنة عكستوا شيء الطريقة؟ لا نفس الطريقة. فنستهدف المواطنين بالبداية ونستهدف المؤسسات حسب من أهداف مشروع غوارتن كانت يعني. طبعا مشروع غوارتن. نعم. عملنا دراسة أولية للمؤسسات الإدارة الذاتية. وعملنا مثل ما أقول شكلنا مجموعة مواطنين من كل كومين. طبعا أخذنا احتياجات المواطنين. نعم. وبعد تغيير الاحتياجات كان في جلسة مشتركة بين أشخاص معينين من الإدارة الذاتية وهالمواطنين بيقولوا احتياجاتهم. شوف. نعم. الإدارة الذاتية شو بتقدر تغطي هالإحتياجات. نعم. ونحن كنا مخططين إنه نغطي احتياج من هالاحتياجات اللي هي موجودة ضمن قائمة الاحتياجات اللي بقولها المواطنين. بس للأسف بعد ما صار موضوع النزوح فاضطرينا نغير خطة المشروع. طبعا مع التواصل مع الممولين لتغيير خطة المشروع، وهي كانت المرحلة الأخيرة للمشروع يعني. نعم. فلاقينا شوي صعوبة بهالأمور لنغير خطة المشروع، لنقلب هالأمور الخدمية اللي راح نغطيها للمواطنين حسب الأولويات. حسب الأولويات يعني. موضوع النزوح متعلق بأمور معينة يعني. تماماً. في أمور معينة اللي فيكم تخدمون يعني للمواطن. ما رح نطلع من مشروع غوارتن، رح نضل عند الأنسي هيفا بخصوص إنه الأسباب اللي حالت دون البدء بنشاطكم أو فعالية حملة غوارتن بالوقت المحدد. من المفروض كل سنة بأي شهر تقام، والسنة
يعني بالأشهر الأخيرة من العام، يعني لاحظنا أنه مبارح تم ختام هالحملة والكانت النشاط يعني ختام نشاطكم. الجواب عندكم. تمام. بصراحة بنهاية المشروع كان مفروض نعمل مبادرات، مثل ما قلنا المبادرات هاي كانت حتكون في مدينة الحسكة بمعدل مبادرتين بالحسكة، مبادرتين بمدينة القامشلي. فمثلا بمبادرة القامشلي كنا حابين نعمل مبادرتين. المبادرة الأولى كانت عن الطاقة الشمسية في كومين الشهيد عادل في الحي الغربي، بالإضافة إلى كومين الشهيد باسل كمان كنا حابين نعمل مبادرة فيها عن إنشاء حديقة في المنطقة. لكن بسبب أزمة النزوح اللي صارت حبينا أنه نغير خطط العمل عنا حسب أولويات أولويات الجو عنا يعني. أسيفة، أنا حابب أعرف أنه حتى المواطنين يعرفوا أنه حملات بيل أو الحملات اللي لازم كل سنة تقام فيها لازم تكون بالأشهر يعني الأشهر الأولى من السنة الجديدة. أنتوا اشتغلتوها بالشهر الأخير، شو السبب يعني؟ تمام. أنا مثل ما قلت لك إنه كنا حابين نعمل مبادرات، لكن هاي المبادرات ما تم عملها بسبب أزمة النزوح اللي صارت. فنحن بدل ما نعمل هاي المبادرات عملنا حملات. الحملات هاي كانت بعد ما نسقنا مع مكتب شؤون المنظمات خبرونا إنه في عدد من العوائل النازحة من سريكانيا في منطقة القامشلي مثلا، فتجاوز عدد العوائل في منطقة القامشلي 660 عائلة نازحة. والعدد الأكبر بالحسكة أكيد. ممكن مستر أحمد كان عنده طبعا مراكز إحصائية معينة مثلا في محددة، إحصائية محددة، إحصائية معينة يعني مثل ما أقول حاليا في ربما كانت حصة الحسكة الأكبر لأنه مثل ما أقول كانت بالبداية كان في موضوع القصف وكافة المناطق الحدودية بالضبط. فصار النزوح باتجاه الحسكة وضلوا حتى من مدينة القامشلي، حتى المدينة القامشلي بالفترة الأولى نزحوا اتجاه مدينة الحسكة. طبعا لما موضوع النزوح صار حاليا ما في إحصائية ثابتة دقيقة موجودة، بس حاليا فينا نقول في عندنا 81 مركز إيواء مدينة الحسكة، بالإضافة إلى مخيم توينة اللي ما نقول مخيم غير مجهز كامل تقريبا بموضوع خيم وأمور الوضع المأساوي هناك. اضطرينا نغير لنوقف شهر كامل عن شغل مشروع جوهرتن ولنغير خطتنا. موضوع انه تفرغنا من كل المشاريع، وقفنا مشاريعنا واشتغلنا بالاغاثه، مع انه نحن منظمه بيل مو منظمه اغاثيه يعني. فكاستجابه لهالحاله اللي صارت واهالينا اللي نزحوا من مدينه راس العين شكلنا فرق استجابة. طبعا من تقريبا وصل ل50 شخص موجود مدينة الحسكة بشكل تطوعي، شباب وصبايا توجهوا لمركزنا بمدينة الحسكة. شكلنا فرق من هالشباب، ومثل ما نقول بلشنا أمور التوزيعات والمواد الإغاثية والاحتياجات حسب الإمكانيات القليلة الموجودة عندنا. طبعا ما كان في مشاريع ممولة لنقدر نخدم هدول، مثل ما نقول كان موضوع تبرعات وهيك مساحات أولية ربما تماما فلا قدرنا نغطي جزء بسيط من احتياجات المواطنين بمراكز اللواء. أستاذ أحمد وأنسي هيفا، هلا توجهتوا أنتم كمنظمة بيل لمخيم نوروز لتقديم المساعدات للنازحين هناك. يا ريت لو تحكوا لنا عنها شوي، نوع المساعدات شو كانت، كم عائلة تم تقديم المساعدة لها، أيضا كان في نشاط ترفيهي أيضا وتوعوي للأطفال، لو تحكوا لنا عنها. تمام. مخيم نوروز تم استهدافه. بالأول عملوا إحصاء للمخيم ليشوف العوائل النازحة الأكثر احتياجا، لنشوف الأكثر احتياج لأي مادة بدهم، يعني شو هي الاحتياجات اللي بدهم بمخيم نوروز. تقييم يعني تقييم أو تقييم احتياجات. فعرفنا أنه استهدفنا 45 عائلة بمخيم نوروز. عملنا حملة فيها، وزعنا 45 مدفعة غاز بالإضافة إلى 50 لتر على هاي العوائل. طبعا نفس الحملة نفذناها هون بالقامشلي، وطبعا بالحسكة كمان بمراكز الإيواء. الحسكة بالبداية نحن قبل
استهدفنا 3 مدارس. كنا نحن كمنظمة بيل عم ندير إدارة 3 مدارس مدينة الحسكة. نعم. إدارة مراكز الإيواء الموجودة هناك، فكنا نغطي نقول أغلب احتياجاتهم، نقدم لهم مواد غذائية، مواد صحية، مواد طبية، مثل ما نقول حسب احتياجاتهم. عملنا جلسات حوارية لهن. استهدفنا مشروعنا تبع جوهرتن 3 مراكز إيواء، عملنا لهم جلسات حوارية، وبعدين حسب بعد الجلسات الحوارية فكان في عندنا مجموعة احتياجات، والاحتياج المشترك كان بين كل الحملات اللي صارت بالقامشلي ومخيم نوروز ومراكز الإيواء بالحسكة هي هو التدفئة، لأنه كنا فايتين على فصل الشتاء. طبعا بعد الجلسات الحوارية صار في عندنا شوية حملات توعوية كمان. مثال مثلا حملات توعية على موضوع المي، الحفاظ على المي، موضوع الكهرباء، موضوع التدخين، موضوع الأطفال، حماية الأطفال. يعني كانت مواضيع صحية، توعية طبية شوي. كمان ضمن البوسترات التوعوية وزعنا أرقام الإسعاف والطوارئ على المراكز الإيواء أو على البيوت اللي نحن استهدفناها بمنطقة القامشلي. حتى بمخيم نوروز تم توزيع هاي البوسترات التوعوية ليصير في سرعة تواصل مع الجهات اللي بحاجة لها. أكيد. يا ترى هي هذا النشاط الوحيد أو الأول اللي استهدفتوا فيها النازحين سواء كان أو المخيمات؟ يا ترى هي أول مرة؟ من قبل نحن بنشتغل مجال بالمخيمات. كان في عندنا مركز في مخيم عيسى. نعم. وكان في حاليا نقول قريبا يعني راح يكون في مخيم توينة كمان مركز. طبعا ذكرت سابقا نحن مو منظمة إغاثية لتقديم المساعدات الإغاثية. نعم. نحن مثل ما نقول حكينا بذات موضوع تمكين المرأة والشباب. اشتغلنا مخيم عيسى موضوع تمكين الشباب والمرأة، محو أمية للأطفال الصغار والمرأة، دورات كورسات للشباب، تمكين المرأة، جلسات ترفيهية. هيك كان أنشطتنا ضمن المخيمات. محو الأمية حتى للكبار في العمر، حتى المحو يعني دورات الكمبيوتر كمان للأشخاص الموجودين بالمخيم كنا نشتغلها. طبعا قريبا راح يكون في عندنا مركز مخيم توينة كمان نفس الأنشطة راح نستهدفها. راح نحكي فيها أيضا. هلا ضمن نشاطكم شوي ذكرتوا نشاط اللي قمتوا فيه بمدينة قامشلو، هو أيضا كان توزيع مدافع غاز. يا ترى ما هي نوع المساعدة كانت وعدد العوائل اللي استهدفتوها؟ تمام. هلا فيها تحكي على مدينة القامشلو وفين يحكي على مدينة الحسكة وعلى مخيم نوروز كمان. أكيد. تمام. بالنسبة لمدينة القامشلي عملنا فيها حملتين. الحملة الأولى كانت بتاريخ 24 الشهر. نعم. استهدفنا فيها 20 عائلة نازحة. طبعا بالأول عملنا إحصاء، والإحصاء هذا جاء من مكتب شؤون المنظمات. عملنا ليستة بالعوائل الأكثر احتياجا، العوائل الفقيرة المعدمة، العوائل اللي فيها من ذوي احتياجات الخاصة أو اللي عندها أمراض مزمنة، فينا نقول سكري، الضغط، أو ممكن أي أمراض تانية. فاستهدفنا بالأول 20 عائلة. 20 عائلة هاي أعطيناهم مدافع غاز بالإضافة إلى 50 لتر من الغاز. الحملة الثانية عملناها بتاريخ 27 شهر. كمان استهدفنا فيها 20 عائلة. كمان مثل ما قلنا نفس الخدمات اللي وزعناها بتاريخ 24 شهر اللي هي مدافع غاز بالإضافة إلى 50 لتر من الغاز. وكمان وزعنا خلال هاي الحملتين بوسترات توعوية. حلو كتير. تمام. لو طبعا هذا السؤال الأخير، طبعا الوقت كمان عم يداهمنا. بلش المشاريع بيل للعام 2020. تفضل. هلا مشاريع بيل لعام 2020 طبعا نحن مسارنا معروف، يعني حكينا قبل الموضوع تماما ونعيد الكلام كمان. نفس الموضوع انه مسارنا محدد. طبعا اكيد كمان راح نشتغل موضوع الحوارات المجتمعيه بالمنطقه، نسلط الضوء على القضايا المجتمعيه بالمنطقه بشكل عام. مشاريع شبابيه، مشروع الشبابي كمان نفس اللي كان ب 2018. طبعا كان في عندنا شباب 2018، كان في عندنا شباب 2019، راح يكون في عندنا شباب 2020 كمان. راح يصيروا رجال نفس الاشخاص اكيد. في عندنا مشاريع بتخص المرأة كمان بهالمواضيع. طبعا كمان راح يكون في مشروع جوهرتن الجزء الثاني كمان يعني منه، فلسه يمكن راح يضل اسمه جوهرتن او راح نغير اسمه، لسه ما هذول ما اتفقنا على هيك تفاصيل. تمام. بالإضافة إلى كان في مشروع سبل العيش.
أيوة. مشروع سبل العيش عملناه في ريف الرقة الشرقي منطقة الكرامة. تماما. اسم المشروع كان فلاحتكم بخير. تماما. استهدفنا فيها خلال هاي السنة مواضيع زراعية ربما. مواضيع زراعية لأول مرة. بيل عم بتشارك بمواضيع معناتها بتشارك مع منظمة معينة بتختص بمجال البيئة والزراعة يعني. أكيد إيه. والموضوع يعني كان فيه مثل ما نقول شفنا هناك فيه حاجة الموضوع دعم الزراعة يعني. رفعنا مشروع لجهة مانحة فأعطتنا دعم. تعاقدنا مع موظفين هنيك يعني. مركزنا بعين عيسى هو اللي تكفل بهالموضوع. واشتغلنا منطقة الكرامة تقديم تقول دعم الجديدات والكرامة دعم للزراعة بهذيك المنطقة. استهدفنا فيها 400 فلاح وفلاحة في المنطقة. وزعنا بذور محاصيل زراعية بالإضافة إلى معدات زراعية بتساعد الفلاح. كمان كان في عنا فينا نقول يعني ورشات بمجال الزراعة يعني أو ندوات زراعية. اعتقادي هو بحاجة لثقافة معينة لأنه كيف يتعامل مع زراعة المحاصيل. والبرنامج ما رح نتطرق كتير أكيد هاي بدها مقابلة خاصة. الأستاذ أحمد محمد مثل ما ذكرنا من شوي هو منسق منظمة بيل بمدينة الحسكة، والأنسي هيفا الأحمد منسقة مشروع جوهرتن في مركز قامشلو من منظمة بيل الأمواج المدنية. بتشكر حضوركم بالاستوديو. كلمة أخيرة عندكم. كلمة أخيرة أنا حاب بس تشكر وكالة أو إذاعة بوير على هالاستضافة الحلوة. نقول كل عام وانتم بخير وشعبنا بخير إن شاء الله. إن شاء الله يعم السلام والأمان على مناطقنا بشكل عام ونرجع مثل ما كنا وأحلى كمان. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم. عودة مع زميليني برزان وهمالين وتتمة برنامج عطر الصباح. خلوكن معنا.